السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقلب كده في التليفون وخلاص، يعني بقى أحب أقلب شوية كده قبل ما أنام، وببص لقيت حد بيتكلم على البلد والأسعار والغلاء. تمام، كل ده تمام، كلنا بنتكلم على الغلاء والأسعار. فتطرقت الأستاذة إلى الجيش، وبتتكلم على الجيش بكل سخافة وبكل استهتار. وأنا طلعت ابني الكبير من الجيش، وعايزة أطلع ابني الصغير كمان وأخليه ياخد إعفاء، وهتحجج إن ابني مسافر، المفروض يبقى ابني التاني يقعد يحميني كده على الملأ، على اللايف يعني كانوا هيوصل ل100، يعني 100 معاها في اللايف، وقاعدة على السرير وآخر روقان. وانا مش محتاجة فلوس، انا بس بتكلم عن الناس الغلابة وبقول على الناس الغلابة. انتي قاعدة في بلد فيها جيش محترم وبيحمي سيادتك عشان تقدري تطلعي لايف بكل امان كده، وتقعدي تتكلمي وتتريقي على الجيش وتقولي الجيش بيعمل بيبيع حاجات وبيربي مواشي. هو احنا اصلا مش في حالة طوارئ؟ والجيش مش في حالة طوارئ؟ انت فاهمة في جيش ولا فاهمة في حدود ولا فاهمة في حاجة؟ مش عرفك بيحصل ايه؟ انت عرفك فاهمة انت في الجيش؟ فاهمة انت بيعملوا ايه؟ فاهمة واقفين على الحدود بيعملوا ايه؟ انت عارفة؟ انت عارفة انت؟ مش كل حاجة على فكرة بتتعرف، والناس دي شايلة مسؤولية ما يعلم بها الا ربنا، وفي زمن ما يعلم بها الا ربنا. واصعب فترة هي فترة دلوقتي الجيش بيحمي فيها البلد، مع كل الحدود خط النار، خطوط النار بتحيط بالبلد، من ليبيا والسودان وفلسطين. وانتي بكل دم بارد كده الجيش بيربي مواشي وقاعدة تتريقي. ولما انا قلتلك غلط كده وما تتكلميش على اللايف بالطريقة دي على الجيش بتاعك، حتى لو في حتى عيوب على العام، تتكلمي وتتريقي على الجيش بتاعك. انتي مدركة انتي بتقولي ايه؟ قالوا بتقولي انك مدرسة في جامعة ولا مدرسة فين؟ انا مش اشك بصراحة، اشك. والناس عمالة تقولك غلط غلط غلط، بلاش تتكلمي كده وانتي برضو سايقة. واول ما اقولك غلط وانتي كده ما ينفعش تهيني جيشك كده بالمنظر ده، رحتي قايلالي انا غلطت في ايه؟ انا ما غلطتش. هو انتي مش عارفة فعلا انهم بيربوا مواشي ومش عارفة ايه، ورحت طرداني من البث؟ هو ده اللي انتي قدرتي عليه عشان ما عندكيش حجة، مش لاقي حاجة تتكلميها وتقوليها ولا تقنعي الناس بيها؟ ويا عالم بعد ما طلعت من البث قلتوا ايه ولا قلتي ايه ولا سكتي عشان انتي جبانة وروقانك وقاعدة رايقة في بيتك كده وبتقول جيش، بتتريق على الجيش. الجيش ده فيه اهلي وما افتكرش اهلك في جيش انتي. انا 3/4 اهلي في الجيش، وعارفة الجيش بيحصل فيه ايه، والناس رجالة في رجالة. اذا كان عيالك مش رجالة فطلعيهم عادي، يبقى الجيش الله الغني عنك وعن عيالك يا شيخة. واذا كنتي بتقولي الجيش بيبيع منتجات غذائية او الجيش بيربي مواشي، هو بيربي مواشي عشان يبيع ويعمل اتزان للسوق، ويعمل ميخليش التجار يستغلوكي، بيبيعولك بأسعار مخفضة شوية عشان سيادتك ما تبقيش قاعدة جعانة، عشان تلاقي حاجة تقدري تشتريها، وعشان يبقى في اتزان في السوق، التجار ما يستغلوش ان هما لوحدهم. فالجيش عمل توازن من يوم ما نزل يبيع، وهو وقف السوق شوية الأسعار شوية. لما بتروحي تشتري من مكان، انا فعلا بروح العربيات بتاعة الجيش بتبيع بأسعار أرخص وحاجات حلوة ومعقولة، يعني ما هياش وحشة. ومش معنى ان في الجيش بيبيع ان هو مش محافظ على حدوده او ان هو مش قايم بدوره. بطلوا عك وكلام على اللايفات ومش عارفين انتوا بتقولوا ايه. ربنا يهديكم ويصلح حالكم، حال بلدنا وحال جميع الدول العربية والإسلامية.